مقبولة. يعني ايه اقبل بك سير الشيطان اعاقبك بقبلة لقيتها كده. قدسي سير، يعني انت بتاخديه كده اللي بتصاحبيه خلاص، ده بقى قدوة ليكي، ده بقى رول موديل ليكي. الحاجات دي كورني قوي بجد، مش متعودة ان انا اقرا الحاجات دي اوت. هلا يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فكرة مختلفة مع بعض. والله انا حاسة من كتر ما تعدد الشخصيات عندي، حاسة ان النيش بتاع اليوتيوب عمل كده، هو مش عارف انا بعمل انهي كونتنت بالظبط، عشان كده هو مش عارف ان هو يوصل للناس اكتر. بس مش مشكلة، يعني هو انا بصحى من النوم اللي هو في فكرة في دماغي انا عايزة اعملها فهعملها. فكرة فيديو النهاردة هي فكرة عبيطة شوية. في ابلكيشن اسمه واتباد، وواتباد ده يعني ده من زمان، من ايام ما انا كنت في ثالثه اعدادي تقريبا. من وانا في ثالثه اعدادي صراحه عمري ما دخلته وعمري ما عرفت هو بيتكلم عن ايه. انا عارفه انه جواه روايات تمت كتابتها بواسطه مراهقين وبتتقري بواسطه مراهقين، نو اوفنس، بس هو بجد يعني ليه جمهوره وليه الاودينس بتاعته، وانا مش هنا علشان ادجدج الاودينس دي. اي كم اكروس بطل بيكون كوباتي او بيكون عنده مرض نفسي او دايما اسمه آسر، جاسر، ياسر، نادر، هتلاقي اي اسم اخره راء حرفيا. هو اللي انا قلته ده عباره عن ستيريوتايب، فاحنا هنشوف دلوقتي مع بعض هل هو فعلا واتباد عليه قصص حلوه ولا كلها قصص كورني وقصص حمضانه. والفيجر اوت دي نوفل دلوقتي معايا اسمها عازفة الشيطان، كتبتها واحدة اسمها روان سرحان. ماشي، هنشوف هل روان سرحان فعلا هي كاتبة كويسة، هل كاتبة فعلا respectful. تعالوا نشوف البريف بتاع القصة. او ريفر ويليام، الإنسانة الفانية البيك سيرين، ملك الحجيم، ملك الشياطين وجميع المخلوقات الخارقة، أول ملاك ساقط. اول حاجه هي حاجه حاسه ان هي religiously او دينيا مش مقبوله. يعني ايه اقبل بك سير وملاك الجحيم الساقط وتقبليه ازاي؟ يعني غير كده اصلا هي في اخطاء ملاقيه كتير على الكاتبه مفروض. يعني انا عارفه ان معظم الحاجات دي ممكن تكون فيها عيال صغيره او مراهقين، بس يعني ايه الحجيم دي؟ اسمها الجحيم. انا اصلا عندي ديسلكسيا، يعني انا عندي ديسلكسيا مش بتخليني اقرا حاجات غلط، فتقومي كاتبه غلط يعني ليه؟ سرحان، نو اوفنس ليكي، بس دي الحاجات اللي انا اكتشفتها. وحبيب وزوج، لأقضي معك ما بقي من حياتي واقبل ان اكون رفيقتك وحبيبتك وزوجتك. ده كل ده عن مين؟ عن سيرين اللي هو الشيطان. حضرتك طالع للدكتور النفساني اللي فوق، بس احنا هنبيك chapter randomly ونشوف. عامله 42 parts او 42 part، هنشوف مثلا 15 بنحس ان احنا نخش على نص القصة على طول، هنخش على الدايلما ونشوف بيدور في ايه وايه الدنيا. عندي كوت بتقول: وماذا بك يا صغيرتي؟ كثرت اخطائك بعد ان اخبرتك انني ساعاقبك بقبلة. بدايتها كده يعني بدايتها حاجة كورني، بتقول واثق من نفسه تماما وتحكم في اعصابه. هو يعني هو واثق في نفسه قوي لدرجة ان هو فعلا ما بيحبش يمشي في الطريق الوحش لوحده ويوسوس للناس اللي حواليه، عشان هو بجد confident، هو بجد he's bitch. لكن لزين لا اعتقد ذلك. منذ صباح اليوم وهو اصبح مزاجي جدا، لا اعلم السبب، ولكن هذا ليس عذرا له لكي لا يخبرني بابه. ماشي، احنا عندنا زين هو انسان مودي والمود بتاعه بتحكم فيه، وهو ما بيحبش يقول لها هو مودي ليه. واحيانا انسى ان سيرين ليس زين. هي ثواني بس عشان نعرف نفهم. سيرين اللي هو الشيطان، وهي بتعتقد ان سيرين مش هو زين، يعني هما الاثنين شخص واحد اعتقد. يوم هو يوم وصول والداي، كم تمنيت ان لا ياتي هذا اليوم الذي استجتمع بهم مرة اخرى لا تحكموا علي، فما فعلوه معي لا يغفر. اكيد اللي عملوه فيكي ما يغفرش طبعا، لدرجة ان انت بقيتي تقدسي سيرين، يعني انت بقيتي تاخديه كده اللي بتصاحبيه خلاص، ده بقى قدوة ليكي، ده بقى رول موديل ليكي، ان انت تاخدي سيرين وتقدسي وتبرري له كمان افعاله. انتوا يعني بجد انا عايزاكم تتخيلوا معايا حد بيبرر للشيطان، يعني حد بجد سايب كل حاجه في حياته وقاعد بيبرر للشيطان افعاله وفاكره confident وفاكره واثق من نفسه وبيبرر له، ولا بيقول عليه مودي، يعني هو فاهم ان هو مزاجي فهو متقبله عشان هو مزاجي. Stop it.
Get some help. بجد انا خدت انا شخصنت البتاعه دي، بجد شخصنت الروايه دي. زين بيسالها اللي هو سيرين، بيقول لها انت قلقه؟ قالت له لا، ولكن لا اريد ان اراهم، مش عايز اشوفهم. يعني انت شفتي سيرين مش عايز تشوفي اهلك؟ انت شفت الشيطان، ده انت متقبله الشيطان مش هتتقبلي اهلك كمان عاقه. ماشي. تنهدت وانا اخفض راسي بين يدي حبيبتي، ورفع صابعه ويعني حط يعني بص لها في عينها بدون كلام اخر. الحاجات دي كورني قوي بجد، مش متعوده ان انا اقرا الحاجات دي اوت لاود. كنت طفله صغيره بالكاد ان اتذكر ما كان يحدث، ولكن اتذكر شجارهم المستمر. وفي يوم تشاجروا وامي تركت المنزل وبعدها وتركوا ابي. لك ان تتخيل انهم تركوني، تركوا طفلتهم الوحيده في منزل كبير لوحدها بعد منتصف الليل. صعب قوي ان هم يسيبوا البيت بتاعهم في نص الليل واحده في البيت. ايه يعني؟ ما انا كان بيحصل معايا وانا صغيره، طب لحد 2 بالليل في البيت عادي ولا كان يهزني. هل انا رحت حبيت سيرين؟ هل انا رحت وبررت افعاله وقلت سيرين ده شخص مودي؟ هو بيعمل كده عشان هو بس مودي، اصل هو برج الجوزاء لازم يعمل كده. ملخص القصه ان هي تقريبا هي مريضه، يعني هي عندها حاجه في دماغها وبتحب سيرين اللي هو الشيطان وتبرر له افعاله، وكمان هي بتحبه قوي وفي رومانتك مومنتس ما بينهم. فانا مش هكمل الروايه دي علشان حفاظا على صحتي النفسيه، لان انا بجد الحاجات دي بتبقى عباره عن بالنسبه لي فالحاجات دي اول حاجه صدفتني عاصفه الشيطان. والصراحه لو انا هديها ريت هديها بالسالب، علشان religiously ما ينفعش الحاجات دي يا جماعه. religiously احنا ما ينفعش نكتب عن الشيطان ونرومانتسايز حياه الشيطان عشان هو كان مظلوم. I have no comment. Another one. روايه كده اسمها بيكابوي، عليها واحد انا ما اعرفش مين هو، تقريبا من بيتس او من حاجه كوريه، فيلم كوري، هو celebrity عامه انا ما اعرفوش، بس نشوف البريف بتاعها. ان تحصلي على حبيب بطريقه عشوائيه ثم تقعين في حبه هو امر غريب. غريب، ولكن ان تطلبي حبيبك كسلعة من على الانترنت ثم يصبح محور الكون هو الاغرب. يعني ايه تطلبيه كسلعة؟ هل هو كان على امازون وانتي طلبتيه وهو يعني استعبدتيه وبقى عبد، فانت بتروحي تبيعيه وتوزعيه وتنزلي عليه اوفرز بقى وسيلز وبيبقى في الستوك وكده، ولا ايه؟ بصراحة البريف غريب. فتعالوا نشوف شابتر راندم جدا. هنقي العاشر. اوكي، يونجي او يونجي، مش يعني I can't pronounce this. بس يلا نشوف. يونجي او يونجي، صديقي العزيز الذي ألجأ إليه دائما، أيمكنك مساعدتي؟ ترجيته وقد أغلقت على يديه بين كفاي بقوة ووضع ابتسامة مريبة كان من شأنها ترعبه. يعني ايه؟ يونجي صديقي العزيز، هل يمكنك مساعدتي؟ creepy smile. ليس ذنبي انك حصلتي على حبيب من مصدر غريب لست مسؤولا عنه. يعني ايه؟ يعني هي جابت بدل ما تخش على مثلا الابليكيشن اللي هو اسمه تاندر، دخلت على الديب ويب وجابتك. لكنها كانت فكرتك لتتجنب الظهور كحبيبي. انظر للفتى المسكين من دون عائلة. اسمع أيها الفاشل العاطل عن العمل، لقد حاولت أن أكون لطيفة. أوه she's so mean. Surprise motherfucker. دي بكحة. لقد دبرت لك موعدا مع أحد صديقاتي وصادفتك بمنزلي لمدة طويلة وأعطيتك من مالي وطعامي الخاص. أقسم إن لم تساعدني سوف ألقى بك في الشارع. أنت هتبقى هوملس، هرميك في الشارع، هتطرد. I can't say this. I can't. كان قاعد ووشه مختبئ جوه هدومه، يعني من الكسوف أو من الإحراج أو من الكرنج، who knows. فقال لها ما بك أيتها المختلة من هارفارد؟ وان قال اني رفضت، كنت انتظر منك اقناع. يعني هي تقريبا كانت بتحاول ان هي تسدم اب او تدبر لهم موعد مع بعض او تخرجهم في خروجه هيشقط صاحبتها. هي تقريبا قعدته عندها كذا يوم عشان الديت ده. تقريبا صاحبتها كانت ديسبرت وهي كانت عايزه تفرحها في عيد ميلادها، فقالت لصاحبتها مثلا انت عايزه ايه في عيد ميلادك؟ فهي قالت لها عايزه حاجه بس مختلفه. فقالت لها هجيب لك عريس. فجابت لها يونجي او يونجي I don't know how to say this
من random application او من random web site. ماشي، مش تندر، مش اي حاجه تبع الديتنج ابس، ولكن هو مديبوت تقريبا. هو كيوت وهي she's a bitch, she's a mean girl، هي باري دلوقتي. ماشي، فهي بقى اللي بتهدده، اللي هو لو انت مروحتش قابلت صاحبتي دلوقتي انا هرميك في الشارع. عليك ان ترافقني لمكان تواجد منظومه المختلين تلك، لا تريني وجهك اليوم قبل ان تعثر على شيء مفيد. يعني بتقول له ما تورنيش وشك قبل ما تلاقي حاجه مفيده. حسيتها لحد ما هي لذيذه. ماشي، ومن النوع اللي هو ممكن اقراه. يعني ممكن مثلا لو انا ما عنديش دايره، ما عنديش نت، ومحتاجه اقرا حاجه علشان بس اضيع الوقت، او مثلا قاعده في طريق والطريق زحمه والطريق كله واقف ومش عارفه اوصل للمكان اللي هوصل فيه، هل النوع ده هقراه؟ هقراه الصراحه. الاسلوب بتاعها حلو، العربي بتاعها كويس. لو هديلها ريت هديها 6 out of 10. الكتابه بتاعتها مش معروف في الايدنتيتي بتاعها. هي اسمها blueteen_x، ولكن لحد ما هي حلوه. في اخر روايه على الابلكيشن ده عشان نشوف هي فعلا هايب بتاعت الابلكيشن ده تستاهل ولا لا. فليتس جو. دلوقتي اسمها وكأنها منسيه. كتابها مش عارفه هي بنت، مش عارفه هي ولد، انا مش عارفه احدد الجندر بتاعها، بس اسمها مجد شعبان لو انا بتكلم صح اسمها. احيانا قد تكون الاخطاء اللي تؤذينا وتؤذي غيرنا ليس لكوننا لم نتكلم، بل لاننا لم نصمت في الوقت الذي يجب ان نسمع فيه نبضات قلوبنا عودنا عن صدى كلماتنا. اذا ارجوك يا من تسمعني لا تحكم علي من عنواني. ماشي مش هحكم عليك من عنوانك. هنشوف الشابتر الاولاني وهنشوف الجو ايه. فقد ذقت زرعا بحكم البشر على قول افعالي. خلاص انا مش هجادج مجد شعبان، مش هقول اي حاجه من العنوان. انا هستنى لحد ما اخش على الشابترز وافجر اوت الحاجات دي بنفسي. اوكي، في حاجه اسمها لقطه من الروايه، فتعالوا نشوف اللقطه من الروايه. فقد كانت تحاول اثبات انه عاقل دائما وباي طريقه كانت. هل تعلمين ماذا اخبرته ذات مره؟ تحدثت لاتويا. اسمها حلو، لاتويا اسمها حلو قوي. وشفقة تحتل وجهها وتتساءل سارة بالالف مش بالتاء المربوطة عما أخبرته، وقد كانت مهتمة للقصة بعدما انقلبت شخصيتها بسبب المفكرة التي وجدتها. أخبرته أنها ستقوم بتهريبه مهما كلف الأمر، لكن الصدمة ليس بما قررته بل إجابته الذي لم تتوقعها هي ولا أنها. أردفت وهي تدير رأسها ناحية سارة الجالسة بجانبها لتجيب بنبرة خافتة. قال أعلم لما أنا هنا لأنني مجنون، وأنت هنا لتعالجي هؤلاء المجانين. لا أن تقعي في حبهم وأن تصبحي منهم، لذا أنت ما عدت تستطيعين هذا المكان. اذهبي فأنا لا أحتاجك. يعني هي دلوقتي طبيبة نفسية وفي حد هي بتعالجه، هي مصدقة ان هو عاقل وهو عارف ان هو مجنون. هو بيقول لها هو انت الرول بتاعك اللي انت هتلعبيه هو ان انت تعالجي المجانين مش تحبيهم وتهربيهم. فهي تريلن وحسناها مشوقة لحد ما. طيب هو انا عرفت ان القصة دي قصة جديدة طب لسه منزلتش. هي نزلت البريف بتاعها بس او لقطة من الرواية، وكانت بتحاول تشوف هل هيبقى عليها ريتش ولا مش هيبقى عليها ريتش. هي لسه منزلتش ولكن البريف بتاعها حلو. لما تنزل هاديكوا الفول ريفيو بتاعي على الشابتر الاولاني مثلا. بس هي يعني هي كورني شويه، احنا عارفين ان هي كورني شويه، بس انا عايزه اعرف هي شافت ان هو عاقل ليه. يعني انا فعلا من جوايا حاسه ان انا عندي فضول اعرف هي فعلا شافت ان هو عاقل ليه. بس يا جماعه هو ده كان فيديو النهارده، فلو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا كومنت لو هو بوزيتيف، لو هو نيجاتيف قرروا وما تعملوش اي كومنتس. واشوفكم في فيديو تاني وباي باي.